عايز اتكلم عن حاجه شخصيه شويه لو فاضل لي دقيقتين. 3 معاك كده. 3 معاك. انا شخصيا الحقيقه كان ليا واقعه الحقيقه بتاكد ازاي محمود عبد السميع ده راجل اصيل وبيقف جنب الناس اللي هو شايف انه يعني يستحقوا، او جايز يعني يكون نظرته مش مظبوطه، بس يعني ده اللي حصل. انا كنت بمر بازمه عنيفه جدا جدا لما خرجت من قصر السينما، وكان في مشكله كبيره جدا بيني وبين وزير الثقافه، لان في اقلام كتيره كتبت يعني شايفه ان ده كان قرار خاطئ، وكانت في كتابات حاده جدا ضد وزير الثقافه، فكانت العلاقه بيني وبينه سيئه بشكل خرافي، الى حد انه لما كان حد يشوفني من الناس اللي كانوا بيجوا يسلموا عليا بقوا يجروا على الرصيف الثاني علشان ما يوصلش للوزير ان هم بيتعاملوا معايا. في ظل الاجواء دي الاقي محمود عبد السميع، رغم ان كان في بيني وبينه يعني مشكله حاده كده، وكلمته في التليفون بحده شديده لسوء فهم، لقيته بيقول لي تعالى يا وليد امسك مدير مهرجان جمعيه الفيلم. محمود عبد السميع هو الراجل اللي وقف جنبي في عز الازمه اللي كنت فيها، وهو اللي قعدني على الحياه ووقفني على رجليا من خلال هذا العطاء العظيم، وما توقفش عن انه يقف جنبي ابدا، وما توقفش عن انه يساعدني في كل منصب توليته، سواء مدير قصر السينما، سواء رئيس المركز القومي للسينما، في اي موقع. استاذ محمود عبد السميع هو المستشار المعطاء بدون اي مقابل، هو راجل علمنا العطاء، وربنا يديله الصحه ويفضل يدي اجيال واجيال. شكرا.